السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض جبنة فيلادلفيا. جبنة كريمي بنستخدمها في التشيز كيك وفي كريمة التيراميسو وفي حاجات كتير جدا بطريقة صحية واقتصادية. عملناها من ايه؟ من اللبن القاطع. والله من اللبن القاطع. اي لبن قاطع عندك في الفريزر هاتيه، هنعمل بيه احلى جبنة كريمي. انا من لتر لبن قاطع عملت بيه البرطمان والعلبة دي. ده لتر لبن جيت اغليه لقيته فصل مني واتكتل بالشكل ده. ضفت له معلقه خل وسبته كده يهدى شويه ما يكونش سخن، وهبتدي اصفيه بمصفى ناعمه بحيث ان انا اخد كل خير اللبن ده وهستخدمه. هنعمل منه احلى جبنه فيلادلفيا. بالنسبه للشرش اللي نزل من الجبنه ده انا مش هرميه، هعمل بيه معجنات معاكم وفطاير ان شاء الله، وعملت بيه قبل كده. هاتي بقى الكب او الهاند بلندر او الخلاط، اي حاجه عندك انزلي بيها باللبن او القشطه دي، وبمعلقه لبن بودر ومعلقه من مصل اللبن ومعلقه كبيره زيت. بس كده. ضفنا ايه بقى على القشطه او اللبن او الجبنه الكريمي دي؟ معلقه لبن بودر، معلقه زيت نباتي، ومعلقه من مصل اللبن. ضربنا كده المكونات دي كلها من بعض، ادانا القوام التحفه ده. دي احلى جبنه كريمي، صحيه واقتصاديه بدون مواد حافظه بدون زيوت مهدرجه. عملت لي كميه كبيره ما شاء الله، واستفدت من اللبن القاطع ما رميتهوش. هتقعد معايا مدة قد ايه؟ بالنسبة لان هي بدون مواد حافظة وطبيعية على رف التلاجة هتقعد 3 ايام بس. طب انا اكيد مش هستخدم كل الكمية دي في 3 ايام، فهشيلها في علبة محكمة الغرق في الفريزر، وهطلع منها وقت ما احتاج بس، والباقي هيفضل متحافظ عليه في اي وقت هحتاجه وهستخدمه. يعني لتر اللبن عمل لي العلبة دي والبرطمان ده. عايزه اقولك اي لبن عندك في الفريزر ملوش لازمه قاطع فاصل، قومي هاتيه واعملي بيه احلى جبنه. ما تنسيش تعملي لايك.